سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هذه المنتجات الاكثر من رائعه، جربتها وراح نشارككم تجربتي معاهم، خاصه اذا كنت تحوسي على روتين سهل وبسيط وغير مكلف. يعني منتجات رخيصه تقدري ديريها وتداوميها للوجه تاعك، راح يصفي بشرتك، يخلصك من الكلف، يشد البشره ويعطيك نضاره واشراقه. ايضا مع المداومه يعني يخلصك من التجاعيد. هذه المنتجات اكثر من رائعه. راح نشرح لكم طريقة الاستعمال وتجربتي مع ذكر الأسعار، وإن شاء الله تستفادوا، ومتأكدة إذا جربتوهم راح ينفعوكم بزاف. فقط تابعوا معايا الفيديو للآخر حتى تستفادوا من كل معلومة نشاركها معكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي حوادث تيفي، هذه قناتي الجديدة، باش نزيدكم من الوصفات والمنتجات اللي تكون حصرية ومجربة أكيد. وشجعوا الفيديو بجيم وتعليق باش يعني هكا الفيديو يوصل لأكثر عدد، ويعني وهكا نبقى دائما ولا كل يومين نحط لكم فيديو. بسم الله، نبدأ مع أول منتج هو صابون حليب الماعز، هذا من شركة أبو سعد. هاد الصابونة أكثر من رائعة، تبيض الوجه وتصفي البشرة وترطب البشرة، يعني بعد ما تغسلي بها تحسي وجهك بيض وصافي. وأيضا تجدد خلايا الجلد، يعني تنقي البشرة بعمق. هاد الصابونة أكثر من رائعة، وأنا عندي مدة طويلة وأنا نستعملها. قبل كنت نستعمل يعني هذيك العلبة، يعني العلبة الأخرى كانت تدير 13,000، ماشي هذه اللي فيها صورة الماعز. والآن يعني جربت هذه، حتى هذه وعجبتني بزاف، هايلة. خاصة إذا كان عندكم الكلف، يعني بعد ما راح تبدي تغسلي بها وتدوميها راح تبدأ تنقص الكلف. واللي عجبتني فيها أيضا أنها تشد البشرة وترطبها، يعني بعد ما تغسلي بها وتدوميها تحسي بشرتك مشدودة وصافية وبيضاء. حتى إذا قابلتي الشمس ولا رحتي للبحر ولا غير غسلي بها وراح تصفي بشرتك وتبيضها. وإذا كانت عندك حبوب رقيقة تنشفها وتزيلها. مرات عند أول استعمال، يعني كي تغسلي بها تحسي أنه حبوب رقيقة خرجت في بشرتك، عادي، هذيك الحبوب تكون تحت الجلد، هذا الصابون راح يخرجها، من بعد راح يطفيها، يعني من بعد راح يعني تروح. فعادي إذا حسيتي خرجت لك شوية حبوب غير كملي غسلي بها وراح يعني تنشفها وتصفي لك بشرتك. صدقوني هذا الصابون أكثر من رائعة وعليها تجارب جد ناجحة، وكانت دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صابونة طبيعية. اما بالنسبه لي كريم المرطب تاع بروديرما اكثر من رائع، يعني قد ما نهضر عليه ما راحش نعطيه حقه. هذا الكريم يرطب البشره ويغذيها ويخلي بشرتك صافيه، تقدري ترطبي به وجهك، ترطبي به اليدين. ايضا اذا عندك اثار حب شباب ولا ندوب ولا بقع يصفيها. بزاف مليح صراحه. ويعني وماشي غير هاد المره اللي استعملتها، عندي مده طويله، يعني تقريبا واحد السنتين ولا، يعني انا مره نرطب به كي تكمل لي نوقف ونعاود نرجع له. بصح هاد الكريمه اكثر من رائعه. يعني المكونات اللي فيها معالج جليسيرين، فازلين، زيت البارافين، يعني هاد المكونات كلها مفيدة لترطيب وتغذية البشرة. فقط لا تستعملوها في النهار، يعني ما تقابلوش بها الشمس، لأنه قد ما هي مليحة وترطب وتنعم البشرة قد ما هي إذا قابلتي بها الشمس راح تعطيك نتيجة عكسية وتقدر تكحلك. فحذري كي ديروها غير من الليل لليل، يعني الترطيب تاعها يكون في الليل فقط، وفي الصباح تغسلي وجهك مليح بأي يعني غسول ولا بهاد الصابونة تاع حليب الماعز غسلي وجهك. هذا المرطب ممتاز لترطيب البشرة الجافة واللي فيها القشور، يعني يرطبها ويغذيها بعمق. أيضا إذا كنت تعاني من تشققات القدمين، بزاف مليحة، تقدري ترطبي بها القدمين تاعك قبل النوم، مليحة لترطيب اليدين. إذا عندك آثار حب الشباب راح تصفيهم. أيضا إذا كان عندك تجاعيد راح يعني مع المداومة كي ترطبي بها راح تتخلصي من التجاعيد، لأنه التجاعيد المبكرة السبب الرئيسي تاعها هو جفاف البشرة. بها هذه كي ترطبي بها تغذي بشرتك بعمق وتتخلصي من جفاف البشرة. طريقة يعني أنا كيفاش نديرهم مع بعض. بالنسبة لصابونة حليب الماعز نغسل بها مرة في الصباح ومرة في الليل قبل النوم. ونسيت ما قلت لكمش أنه صابونة حليب الماعز أيضا تنقص من إفراز الدهون وزيوت للبشرة، خاصة كرانا في الصيف، يعني تحسي وجهك هكا يتعرق ولا يتزيت. كي تبدي تغسلي بصابون حليب الماعز راح تتخلصي من هذا المشكل. فغسلي بها
انا شخصيا نغسل بها مره في الصباح ومره في الليل قبل النوم. والترطيب نرطب فقط مره في الليل، يعني الصباح نغسل غير وجهي بالصابون وندير باقي شمسي ولا نمسح وجهي بماء الورد، ولا يعني ما ندير والو. اما في الليل نغسل بصابون حليب الماعز ونرطب بروديرما، وهكا نتحصل على بشرة تكون بيضاء صافية مشدودة خالية من اي عيوب. فقط داوموها وراح تنفعكم، ويعني وديروها كما قلت لكم. سعر الصابون تاع حليب الماعز دير 20,000 ومرة تلقوها 25,000 حتى ل 30,000. وهذاك بروديرما دير 60,000، لكن شرو الصغيرة احسن. وشكرا.